أهلا دكتورة منى. أهلا بروفيسور جورج. حلقة النهاردة هي حلقة البداية، وفي البداية عندنا حكاية النهاردة على آدم وسيف. أوكي. وزي ما بيحصل في كل بيوتنا في أكشن، في دراما، في حاجات مش متوقعة unexpected. أوكي. بابا راجع من البيت، يوم طويل، شغل كتير، مشاكل غير متوقعة، نفسه في وقت هادي في البيت. أوكي. رجع، ماما حطاله الأكل على الترابيزة، بدأ ياكل، وهو لسه بيستطعم الأكل يسمع صوت من جوه أوضة العيال، في صريخ وزعيق. طب بس ده المتوقع. ده متوقع؟ أيوة، أي بيت فيه أطفال بيبقى فيه روح، بيبقى فيه أكشن. عايزين النهاردة نعرف ليه. طيب قولي. بابا دخل أوضة الأولاد، فتح الباب، لقى آدم ماسك لعبة بيشدها، ومن الناحية التانية سيف ماسك نفس اللعبة وبيشدها. آدم بيقول دي بتاعتي، وسيف كمان بيقول دي بتاعتي. أكيد. شفت. بس آدم لقى اللعبة دي تحت السرير، سيف رميها بقاله سنة من عيد ميلاده اللي فات. أوكي. خدها، حط فيها بطاريات. يعني دي لعبة سيف مش من وجهة نظر آدم. أوكي. آدم شايف إن هو اللي صلحها، وسيف رميها ومش عايزها، فلأنه صلحها دي لعبته. عنده حق. بس سيف مش موافق. هو عنده حق. سيف شايف ان دي لعبه طنط جابتها له في عيد ميلاده، وهو عايزها وياخدها ويلعب بيها تاني. فالاثنين شدوها من بعض، وبدأت الخناقه. وبابا عايز ايه تفتكر في الوقت ده؟ ده سؤال مهم. بابا عايز ايه؟ عايز سلام، عايز ياكل لقمه بالراحه بعد يوم شغل طويل وخناقات مع الناس، او حتى حوارات في الشغل طول النهار، وجاي تعبان ونفسه في سلام وهدوء، ياكل لقمه دافيه ويخش ينام. أنا موافق معك، وده اللي أنا بعوزه لما أشوف أطفالي في نفس الموقف ده، فعلا عايزه. بس في نقطة أكبر من كده. أوكي. الموضوع مش موضوع خناقة آدم وسيف ولعبة مين وبابا هيعمل إيه. الموضوع موضوع أنا عايز أعلمهم إيه. هنرجع للنقطة أو المبدأ اللي إحنا حابين نتكلم فيه النهاردة، فكرة أنا عايز أعيش اللحظة وأتعامل مع الموقف، ولا أنا عايز أتعلم من الموقف وأعرف إزاي أنقل منه على حاجات تانية في المستقبل. أنا عاجبني الكلام ده قوي، إن ده مفهوم اسمه thrive or survive. أعيش اللحظة ولا أفوت اللحظة. حقيقي يمكن توافقيني، معظمنا عايز اليوم يعدي بصراحة. لأن أنت بتصحى الصبح بتقول لنفسك النهاردة أنا ورايا 1 2 3 500، وبتبقى عايز اليوم يبقى أحسن من اللي قبله، وبتقول لنفسك إنك هتتعامل معاه وهتعدي وهتخلص. لكن الحقيقة إن الأيام دايما مليانة مفاجآت. بس أنا قلقان من حاجة، قلقان إن إحنا بنجري ورا حياتنا عشان نعدي اللحظة، وبعدين نعدي الصبحية قبل المدرسة. أنا عايز أعدي ال5 دقايق الجايين. 5 دقايق جايين. يس. وبعديهم في واجبات المدرسة، وبعدين في العشاء بالليل، وبعدين في الغسيل، وفي تحط الأولاد في السرير، وفي ماما تحضر هدومها، وفي بابا عايز يقرا الجورنال او يكلم صاحبه يطمن عليه او يحل بقى او يخلص حتى شغله. واخر اليوم احنا الاتنين بنحس بايه؟ خلاص اليوم خلص. مشكلة ان انا عارف اليوم اللي جاي بكرة ان شاء الله برضه هيبقى فيه نفس المشاكل، او هتوعد نفسك انه هيكون احسن. ما بيحصلش كده، لان انا دايما عايز افوت اللحظة. اللي عايزين نتعلمه النهاردة how to thrive، ازاي ان احنا نعيش اللحظة عشان نغير اولادنا ونتعلم معاهم. بابا فعلا عايز يوم هادي، بس برضو بابا ممكن يكون عايز حاجات تانية. يعني احنا بدل ما نستغل المواقف ازاي ان انا افض الاشتباك دلوقتي وعدي اول 5 دقايق او ال5 دقايق جايين، ازاي استغل الموقف في ان انا بشكل بني ادم بالظبط، بملكاته، بقدراته، بمهاراته، بفهمه، بكل حاجة انت عايز
عايزه تكون في ابنك. انا عاجبني الكلمه اللي انت استخدمتيها، بشكل بني ادم. بالظبط. بس انا عايز اقول حاجه يمكن تبقى غريبه شويه. وانا بشكل اولادي عشان يبقوا ناس صالحين وفرحانين ويبقوا احسن صوره لنفسهم. انا كمان لازم اشكل نفسي زي ما هم بيتغيروا، انا لازم اتغير. احنا بنتربى مع اولادنا. هي جمله بقولها لاهلي كتير، وفي ناس بتتقبلها وفي ناس بتستغربها وفي ناس بتصدق عليها وتقول لك ايوه فعلا. بصي انا عاجبني الكلام اللي بتقوليه، احنا بنتربى مع اولادنا. بسمع كلمه ما بتعجبنيش ساعات، بيقول اولادنا بيربونا. انا مش موافق على دي، لكن موافق على اللي انت بتقوليه، احنا بنتربى مع اولادنا. بس الغريب ان احنا بنعرف حاجات كتير عن جسمنا. احنا وعدنا الناس في جسور وحكايات هنشرح وظائف المخ. ان احنا في حلقه البدايه وبنتكلم عن العقل، زي ما الامهات عارفين درجه حراره ابنهم، لا هو درجه حرارته بتبقى 36 و7 شرط، فلما بتطلع ل 37 ده معناه ان هو بدا يسخن. انت عارف ابنك فين درجه حرارته وجسمه حركتها شكلها عامل ازاي. بس الناس ما بتفكرش قوي في تطور العقل والمراحل المختلفه اللي بيمر بيها العقل، وازاي ده بينعكس على المهارات والسلوكيات. جميل. كل حاجه في الاطفال بتبان في هيئه سلوك. فإحنا عشان في البداية هنبدأ نقول الثلاث كلمات الأساسية اللي تبدأ تفهمنا بشكل عام أو بشكل كبير أو ملخص تطور العقل. العقل متطور، متغير، ومعقد. هنبدأ بالعقل المتطور. كل حاجة في المهارات أو في تطور العقل بتبدأ في مراحل أو في طبقات بتتبني فوق بعض. فبتبدأ المراحل الأساسية أو إن العقل بيتطور من تحت لفوق، وده هنقوله باستفاضة أكتر بعدين. بس اللي أنا عايزة أفهمه أو أوصله للناس إن في مراكز في العقل بتبقى متطورة مع الولادة، لأن المراكز دي مسؤولة عن المهارات الأساسية جدا في حياتنا، إن أنا أفضل عايش زي دقات قلبي ونفسي. وفي مهارات تانية معقدة زي إن أنا أرتب حاجة أو أنظم أو أخد قرار أخلاقي، والحاجات دي بتاخد وقت طويل جدا عشان تتطور، أو بتفضل بعد كده لأعمار كبيرة قوي. يبقى معنى كده لما طفلي في بداية الحياة بيعمل أخطاء ويجوا الناس يشتكوا يقول ابني بيعمل غلط، لغاية دلوقتي ما تعلمش قوي، ويمكن ده يدل ان هو طفل طبيعي. بس زي ما ابني بيتطور ويتعلم، انا كمان بتطور واتعلم. صح. فقلنا العقل متطور، العقل كمان انت قلتي متغير. ومتغير دي فكرة جميلة قوي. دي النيوروبلاستيسيتي بتاعت المخ. المخ فيه دوائر عصبية، بس متغيرة عن دوائر عصبية اللي بنلاقيها في البيت عندنا. أول ما بنعمل دايرة كهربائية في البيت، بيجي كهربائي يعملها ويوصلها مع بعض، بيجي الراجل بتاع البلاستر يعمل بلاستر فوقيها، وفضلت كده ما بتتغيرش. بتقفل وما بتتغيرش. تقفل وما تتغيرش. بس فكرة النيوروبلاستيسيتي فكرة ممتازة، إن الدوائر الكهربية اللي في المخ بتفك وتعيد تركيبها وتتشابك بطرق مختلفة حسب الخبرات، قابلة للتغيير طول الوقت. بالظبط. وده فكرة الخبرات، فكرة ان انا اعيش اللحظة مع ابني. الخبرة اللي بديها لابني بتعيد تشكيل الخلايا العصبية، الحاجات اللي بتخوفه وعملت دايرة خوف ممكن بالخبرات الصحيحة افكها وتتغير. بالظبط. فده مهم جدا. ده مهم جدا، لان ده معناه ان انا الخبرات واشتراكي وتفاعلي مع المحيط اللي حواليا ومع اولادي هيساعدهم ان هم يكتسبوا المهارات. زي الاب اللي بيقول ابني بيكرر نفس الغلطه، ده معناه انه محتاج تكرير تاني كمان وتمرين تاني على لحد لما يكتسب المهاره دي. مش معناه انها اتاخرت شويه او ما جاتش، انها هي بالزبط. لسه تحت الانشاء. دوري ان انا اساعدها، دوري ان انا اساعده ان التطور ده يحصل او التغيير ده يحصل في اتجاه معين. العقل معقد، ودي تالت مين معانا النهارده. العقل معقد. العقل ده اكتر كائن او جزء او عضو معقد ومركب في كل الخليقه. يعني حتى بالنسبه للآلات او اي حاجه تانية، مفيش حاجه بتعمل كل الوظائف اللي عقلنا بيعملها. يعني حتى الحاجات التلقائية زي ان انا دلوقتي بتكلم معاك، ده مش عبارة عن كلام في مركز واحد، ده في حاجات كتيرة قوي جوه عقلي، او مراكز كتيرة جدا جوه عقلي بتشترك، وده بيشترك في خبراتي، معلوماتي، بالزبط. طفولتي، الجو حوالينا النهاردة شكله عامل ازاي، والإضاءة والشباب اللي معانا ورا كاميرا.
في حاجات كتيرة جدا بتلعب أدوار وبتشكل في حتى المهارات الأساسية اللي احنا بنعملها، لدرجة ان فكرة ان انا اسمعك غير خالص ان انا اتكلم معاك، غير خالص حتى ان انا اغني، مع ان كلها حصيلة لغوية وكلها ليها العلاقة باللغة والكلام. ده كلام مظبوط. حتى السمع، وده يمكن دخلنا في علاقاتنا مع بعض ككبار، بنسمع حاجات وما بنسمعش حاجات تانية، رغم ان الودن هي الودن. صح. وكمان الناس اللي بتلعب بيانو، تتعلم آلة موسيقية أو تتعلم لغة أجنبية، أجزاء من المخ بتنمو بطريقة تانية. فكل ده معقد لدرجة إن المخ بيقولوا عليه إن هو كومبلكس أورجان، هو عضو لوحده، مركب لوحده. وده بيرجعنا لفكرة إن متغير ومتطور ومعقد التلاتة بيشتركوا مع بعض في حاجات كتيرة قوي. يعني أنت قلت لما حد بيتعلم آلة موسيقية ده بيشكل، وده الجزء المتغير في العقل، إن أنا بشكل مهارة. فاحنا بنتعامل مع عضو في الجسم عمال يتطور، أيوة، متغير باستمرار بالخبرات، وكمان معقد قوي. يس. بس في مشكلة، إيه؟ ده هيخلي دورنا كآباء وأمهات أصعب، لأن أنا مش بتعامل مع درجة حرارة زي ما قلتي في الأول، ده أنا بتعامل مع شيء بيتغير طول الوقت. وده بيوري لك قيمة كل تصرف بعمله مع أولادي طول النهار، ان مش بس الهدف منه ان اكلهم واشربهم وانيمهم واحل لهم الواجب واخدهم التمرين، لا، انا بشكل 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 بشكل، وكل موقف او كل وقت انا بستغله للتشكيل. انا مش عايزه الناس تعطل حياتها وتاخد دوره، انا عايزه الناس تستغل المواقف بتاعت كل يوم. ودي ارجع اقول عكس الكلام اللي قلته. ده يبين ان الخبرات بتستغل ان المخ متغير ومتطور ومعقد عشان تغير التوصيلات اللي جوه المخ. ارجع لآدم وسيف. ايوه. والنهارده هنعمل ايه مع آدم وسيف؟ هنتعلم استراتيجيه جديده. جميل. الاستراتيجيه دي اسمها respond don't react، تفاعل ولا تنفعل. خليني ابدا بالانفعال. اوكي. لان كلنا بننفعل. انا اقول لك بابا عايز يعمل ايه. اتفضلي. طيب، بابا عايز ياكل، وعايزهم يقعدوا ساكتين، وعايز هدوء، عايز ادهم وسيف ما يتخانقوش على اللعبه، او عايز ياخد اللعبه من ادهم وسيف. يعني بابا عايز مثلا يشتغل قاضي ويحكم ما بينهم، ودي مشكله، او يشتغل حكم في ماتش ويقول ده اعمل كده وده ما تعملش كده، او ان هو ممكن يبقى ضابط شرطه مثلا يفصل بينهم هما الاثنين بالظبط، وواحد يروح الاوضه دي والتاني يقعد قدام التلفزيون او يعمل اي حاجه تانية. وممكن يبقى مدرس مدرسه ويديهم درس في الاخلاق، وفي الغالب هو ده اللي بيحصل. ايوه. وممكن بابا بيعمل ده كله مش بس عشان عايز هدوء، بابا ممكن عايز يفرض سلطته في البيت. فده أوكي. لازم ان انا وانا بعامل اولادي ايوه ابص صح. جوايا ازاي يعلوا صوتهم وانا موجود، ازاي مش محترمين وجودي. بس كده اصبح التربيه مش لصالح اولادي، اصبح التربيه لصالحي انا. فانفعل بالظبط الحاجات اللي انت قلتيها، وده رد فعل تلقائي، ان انا ازعق، ابقى حكم، ابقى ضابط، ابقى مدرس، انهي المشكله كلها بسرعه وانتهى اليوم، وكده عديت اللحظه، ما عشتش اللحظه. ومش بس كده، يعني انا عندي اباء وامهات كتير جدا بعد ما بيزعقوا في اولادهم او بيفضوا الاشتباك ده بيبقوا مش عارفين يناموا طول الليل من كتر ما انا حاسس بالذنب، انا ضايقته، انا يمكن عملت، هو انا اتصرفت صح ولا غلط. فاحنا عايزين نعرض على الناس بديل. البديل ان انا اتفاعل، اعيش اللحظه مش افوت اللحظه. هنعيش اللحظه ازاي؟ عشان اتفاعل مع اولادي لازم اسال نفسي 3 اسئله. اوكي. اول سؤال، ليه ابني بيتصرف بالطريقه دي؟ اوكي. تاني سؤال، انا عايز اعلمه ايه؟ ثالث سؤال، اعلمه كده ازاي؟ طيب، يعني انا هقول اللي انت ال3 اسئله دول بطريقه مختلفه وبالراحه شويه عشان نوضحهم اكتر. اول سؤال، ليه ابني بيتصرف بالطريقه دي؟ يعني مثلا ايه المهارات اللي ابني محتاجها او اللي معتمد عليها في التصرف ده؟ احنا قلنا ان سيف مقتنع ان اللعبه دي بتاعته، وادم كمان مقتنع ان اللعبه دي بتاعته، وهما الاثنين دخلوا في خلاف. وده هيحصل يا مان اكيد لما يكبروا ويروح الشغل، هيبقى فيه كونفليكتس طول الوقت، هيبقى فيه صراعات. ولازم يتعلموا الكونفليكت ريزوليوشن، ان انا احل المشاكل. انا نفسي اعلم ادم وسيف ازاي لما يكون في خلاف، في مشكله، في صراع في الشغل، ازاي يحلوا. ده اللي انا عايز اعلمه لهم. انا مش عايز افض الاشتباك بتاع اللعبه وخلاص، فانا عايز اعلمهم
كونفليكت ريزوليوشن. تعرفي ان كتير من شبابنا لما بيبدا يشتغل اكتر حاجه بيلاقيها صعبه الكونفليكت ريزوليوشن، لما يختلف مع حد، لما تكون في صراع. فانا عايز اعلمهم ازاي يتعلموا المهاره دي، وازاي نتواصل في وسط الخلاف. بالظبط. فالحل يبقى ازاي؟ انا فكرت فدي المهاره الناقصه، او اللي انا عايزه اركز على انا هعلمها لسيف وادم في الموقف ده مثلا. بالظبط. وطبعا في مهارات كتير مع اختلاف المواقف اللي بنعيشها كل يوم. طيب السؤال التاني، ايه احسن طريقه اعلم بيها اولادي المهاره دي في الموقف ده؟ انا عن نفسي خليهم هم اللي يجيبوا الحل. دي فكره حلوه قوي، وانا عارف الحكايه دي انتهت ازاي، وهنقول للمستمعين في الاخر، بس ليه هم ما يقعدوش مع بعض ويلاقوا الحل؟ فدي هتاخدنا للسؤال الثالث، ايه احسن طريقه هنعلم بيها سيف وادم المهاره اللي احنا محتاجين نعلمها لهم، اللي هي ان احنا نتواصل في وسط الخلاف، وانا هتدخل في الموضوع ده ازاي علشان اعلمهم المهاره دي؟ ما انا كلامك ممتاز، لان انا لو بدات ازعق انا علمتهم ايه؟ ان لما الناس تختلف تزعق. بالظبط. لو انا خدت لعبه وعطيتها لحد، انا هعلمهم روح اشتكي عشان حد يجيب لك حقك، او ان لازم محتاجين حد يحكم ما بيننا، او حد يحكم بيننا. لا، انا عايزهم هما الاثنين يقعدوا مع بعض. ايه المشكله ان انا امشي واسيبهم يكملوا خناق؟ هيخش فوضى في الموضوع. اوكي. والفوضى في التربيه هتخليهم يحسوا بعدم الامان. اوكي. واهم حاجه في التربيه الاحساس بالامان. جميل. بابا في الحكايه دي اتعلم ان هو يتفاعل ولا ينفعل. اوكي. فبص لسيف وبص لادم بطريقه فيها نوع من الحنيه بس الحزم، قال الخناقه دي مش مقبوله وانا ما بحبش الطريقه ديت. انا هديكم نص ساعه تقعدوا مع بعض وتطلعوا بالحل، وتيجي تقولوا لي ايه الحل. جميل. عارفه اللي حصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ بعد 5 دقايق مش نص ساعه ادم جه ومعاه سيف وراحوا لبابا وقالوا له احنا اتفقنا ان ادم صلح اللعبه هيلعب بيها الاول لمده ساعه، وبعد كده سيف هيلعب بيها، واحنا هنشارك اللعبه دي مع بعض. جميل. يعني احنا قدرنا ان احنا نوصل للاولاد ان الاب مش مبسوط من الخلاف دوت، ويتواصل معاهم ويديهم المسؤوليه بالظبط، او يديهم فرصه ينموا مهاره اللي هي فكره ان احنا نتواصل في وسط الخلاف. طبعا دي واحده من مهارات كتيره جدا احنا بنبقى عايزين اولادنا يتعلموها، بس اللي احنا عايزين نقوله النهارده هي ان احنا نتعامل مع المواقف بطريقه مختلفه علشان تكون طويله المدى وتشكل فيهم المهارات، بدل ما احنا بنحاول نتدخل ونخلص الموقف دلوقتي وهنا. بس احنا عيبنا كلنا، كل موقف بيحصل في حياتنا عايزين نحله دلوقتي. الموقف دوت عايز نوع من التفكير. بس في نقطة تانية عشان نبقى صرحة مع المستمعين بتوعنا. جميل. معظم الناس اللي اتكلمنا معاهم في الموضوع ده عجبتهم جدا الاستراتيجي بتاعت تفاعل ولا تنفعل. بيفهموها وبعدين يجوا يقولوا ايه؟ بس انت مش واخد بالك، انا جاي تعبان وما عنديش صبر وعايز اليوم يخلص، ما عنديش روح ان انا اقعد اعمل كل الحكايه دي، انا اخلص الموضوع وازعق وانهيه. بص ده صح، والناس دايما هيبقى احنا ما بين نفسنا في صراع ما بين انا عايزه اخلص وعايزه اللي بعده وعايزه انقل وعندي اولويات تانية كتير. بس كل ما استغلينا المواقف اليوميه وتمرنا وساعدنا اولادنا، كل ما شكلنا فيهم اكتر ناحيه الهدف اللي انا عايزه اوصل له. دي كلها حاجات مفيده قوي. فالنهارده اتعلمنا استراتيجي جديده، تفاعل ولا تنفعل، وان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل مع بعض بحاجات شيقه ومفيده. احنا في البداية عايزين نتعرف على العقل كعضو مهم ونفهم وظائفه وتطوره. هنلخص تطور العقل في 3 كلمات بتبدأ بحرف الميم. العقل متطور، يعني لسه في حالة نمو، زي ما يكون لسه تحت الإنشاء. في مراكز بتقوم بوظيفتها كاملة ومراكز تانية فيها قصور. العقل متغير. العقل بيتأثر بالخبرات اللي بنعيشها. المهارة اللي بندربه عليها بتساعد على تطور الأعصاب المسؤولة عنها. العقل معقد،
عقلي هو المايسترو المسؤول عن كل الوظائف وتفاصيل الشخصية. عقلي هو اللي بيشوف، عقلي هو اللي بيحرك ايدي، عقلي هو المسؤول عن رؤية العلاقات، عقلي هو اللي بيختار المشاعر ويخزن الذكريات. الاستراتيجية اللي احنا عايزين نركز عليها هي تفاعل ولا تنفعل. عايزين نستغل المواقف اليومية في حياتنا المشغولة إننا نعلم أولادنا ونحفز عقلهم على التطور في المهارات المطلوبة لتشكيل شخصية ناجحة للمستقبل والمجتمع. عايزين في المواقف الصعبة نبص جوانا ايه الانفعالات، ايه الرغبات وردود الأفعال اللي بتحصل جوانا. عايزين نحاول نخرج من فكرة هو ليه مش فاهم، ليه عنيد، أو ليه متسرع، أو حتى أنا بعمل إيه غلط. فأسأل نفسي 3 أسئلة: هو ليه بيتصرف بالطريقة دي؟ هو إيه المهارة أو الدرس اللي أنا ممكن أعلمه في الموقف ده؟ إيه أحسن طريقة للتفاعل يساعد إني أوصله المهارة دي؟ إحنا حابين إنكم كلكم تتمرنوا وتستخدموا الورك شيت اللي إحنا هنبعته لكم.